مساء الفل. اليومين دول في وسط الأحداث اللي بتحصل طلعت حملات المقاطعة. مقاطعة إيه؟ مقاطعة كل منتج أجنبي بيدعم إخواتنا البعدة وبيبعت لهم فلوس تساعدهم في التسليح وبيمولهم بشكل مباشر أو غير حتى مباشر. واكتشفنا قد إيه إن إحنا محاصرين بمنتجات وبراندات بنشتريها من سنين، وهم أول الداعمين لإخواتنا الملاعين، وأغلبهم منتجات أكل وشرب، وكل ده وإحنا محاصرين وما كناش دريانين. والأكادة إن المواطن العربي طلع هو أكبر مستهلك ليهم وملوش لازمة ولا عازة عندهم من سنين، لأن اللي بيعملوه ده هم عليه قايمين وعمرهم ما حادوا عنه ولا حتى يومين. ولأنه لو بيخاف على مشاعرك ما كانش كمل في السكة دي. أنا عن نفسي حسيت قد إيه إنها بالنسبة لنا عملية مهينة، وكأنهم بيطلعوا لنا لسانهم وبيقولوا لنا انتوا عالم تالت، انت مستهلك والسلام، وتاخد المنتج اللي بنقدمه لك من سكات وبأي جودة ومن غير كتر كلام وبأي سعر نديهولك، وهتقول اللهم أمين وما تكلمونيش عن الجودة. هتاخدوه بجودة أرضى من الجودة بتاعته اللي بيتباع بيها بره البلاد، وهتاخدوه بسعر أكتر من سعره في بلده كمان، وبأي تغليف وبأي شكل، ونستفز مشاعركم كمان وكمان، وهنضايقكم وندعم عدوكم. ها حد ليه شوق في حاجة؟ لا، وكمان ببجاحة وفي العلن، ونستهين بولادكم ودمهم عندنا أساسا رخيص. شفتم بقى دناءة وحقارة واستحقار أكتر من كده؟ ولو جيتوا للحق إحنا اللي غلطانين، والكلام ده مش من دلوقتي، الكلام ده من سنين لما سمحنا لنفسينا نستورد كل حاجة وأي حاجة ونبطل نصنع أي حاجة، لحد ما خنقنا نفسينا بنفسينا بالدولار، وبقينا تحت رحمة الفيدرالي الأمريكي يعلي كل شوية في الدولار ويدوس على رقابينا ويخنق فينا ويحدد السعر اللي هو عايزه للدولار قدام الجنيه، ومش مهم احنا نعيش مرتاحين. علشان كده مصر حاولت تطلع من عباية الدولار بانضمامها لمجموعة البريكس. بس سيبك من كل ده، الدعم الشعبي طلع قوي ومتين. الشعب المصري قام بانتفاضة ومقاطعة لكل المنتجات دي، مع النجاح الجزئي للمقاطعة واستبسال المواطنين واستبدال المنتجات دي بالبديل. ابتدت إدارات البراندات والمنتجات اللي تم ضدها المقاطعة بعمل تخفيضات هائلة عجيبة. كلنا شفنا صور شركة القهوة الفخيم وشركة المياه الغازية العظيمة، وازاي نزلوا علينا بسيل التخفيضات، وجنبهم كل المنتجات اللي حست ان الشعب المصري هيطلع عليهم القديم والجديد، او بالمرة ينتقم منهم في غلاء الاسعار والجشع المفرط فيه واللي كان شغال علينا طول الوقت. ما هو لما انت تقدر تعمل كل دي تخفيضات يبقى انت كنت عامل هامش ربح قد ايه، وعمال تغلي علينا كل يومين شمال ويمين وبتعصر في البني ادمين، ومفيش حد بيخسر نفسه حتى لو متقاطع. في التجارة ده مبدأ مش سريع على فكرة، ده في حد ذاته اختبار شديد لعزيمتكم يا مصريين. هل هيغروكم بالعروض والتخفيضات، ولا هنفضل على المبدأ مصممين ونقف قدام كل ظالم عنيد؟ وأنا رأيي عموما إن احنا طول الوقت ندعم المنتج المصري، وبكده نقدر نقف سنة قدام ارتفاع الدولار. ما هي العملية عرض وطلب، ونفس البلد تمنع استيراد أي منتج احنا بننتجه، بس الأهم تحسن في جودته. وممكن تكون الأزمة اللي حاصلة هي مفتاح لحل كتير من مشاكلنا الاقتصادية، وربنا بعتها لنا عشان نكمل في السكة دي. وتعاطفنا مع اخواتنا وتبني حملات المقاطعة يخلينا نبقى إيجابيين، في حين إن في شعوب عربية عاملة ودن من طين وودن من عجين، وللطبل والزمر للنهار قايمين. ومش كده وبس، وشوف البجاحة يا أخي، بيزايدوا على مصر وعلى المصريين وبيقولوا علينا متخاذلين، ولإخواتنا ما احناش واقفين، وعجبي على ناس كأنهم مش موجودين. ربنا يصلح حالي وحالكم ونفضل على العهد متماسكين وللمقاطعة مكملين. اللهم أزح الغم عن إخواتنا وانصرهم يا رب العالمين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.